السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحل كده إن شاء الله مع بعض يا جماعة أسئلة كتاب الامتحان على الدرس الثاني من الفصل الخامس. كان بيحكي عن ظاهرة كومبتون. أول سؤال بيقول: في ظاهرة كومبتون نسبة كتلة الإلكترون قبل التصادم إلى كتلته بعد التصادم. خلينا نراجع تاني كده بسرعة على التغيرات التي حدثت لكل من الإلكترون والفوتون في ظاهرة كومبتون. الإلكترون والفوتون في ظاهرة كومبتون. بالنسبة للطاقة، طبعا طاقة الإلكترون زادت عشان هو اكتسب جزء من طاقة الفوتون، يبقى إذن طاقة الفوتون قلت. التردد، طبعا تردد الفوتون قل. طبعا احنا هنثبت أو أثبتنا قدام إن الإلكترون ليه حركة موجية أو يصاحب حركته حركة موجية، والحركة الموجية ليها تردد وليها طول موجي، فالتردد بتاع الحركة الموجية للإلكترون يزداد، والطول الموجي للفوتون زاد، لكن الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون يقل. الكتلة طبعا عند الإلكترون ثابتة، لكن الفوتون الكتلة قلت. السرعة عند الإلكترون زادت، لكن عند الفوتون السرعة ثابتة. كمية التحرك للإلكترون طبعا زادت، لكن عند الفوتون قلت. دي أهم التغيرات التي حدثت لكل من الإلكترون والفوتون في ظاهرة كومبتون. فهو بيتكلم هنا في السؤال الكتلة قبل التصادم والكتلة بعد التصادم، طبعا النسبة دي تساوي الواحد الصحيح. السؤال الثاني: الشكل المقابل يوضح اصطدام فوتون لأشعة إكس بإلكترونين حرين بحيث يصطدم الفوتون بالإلكترون الأول. طيب الفوتون ماشي وطاقته E1، طوله الموجي لمدة 1، لما يصطدم يتشتت، طبعا الطول الموجي يزداد، يصطدم مرة أخرى ويتشتت، الطول الموجي يزداد، لأن كل تصادم ينتج عنه فقد في الطاقة، وبالتالي أكبر لمدة هي لمدة 3 أكبر من لمدة 2 أكبر من لمدة 1، يبقى 3 to 1، نظرا لأن طاقة الفوتون تقل وبالتالي يزداد طوله الموجي. الإجابة د. السؤال رقم 3: تثبت ظاهرة كومبتون طبعا الصفة الجسيمية للفوتونات، لأنها توضح أن الفوتون يمكنه أن يصطدم كجسيم له كتلة وله كمية تحرك. السؤال رقم 4: في ظاهرة كومبتون عندما يصطدم فوتون عالي التردد بإلكترون حر، أي الكميات الآتية تزداد للفوتون؟ الوحيد اللي بيزداد للفوتون هو الطول الموجي، يبقى الطول الموجي، لكن الطاقة بتقل، التردد بيقل، كمية التحرك بتقل، لكن الطول الموجي هو اللي بيزداد. في ظاهرة كومبتون لا يحدث نقص في سرعة الفوتون، نظرا لأن سرعة الفوتون ثابتة اللي هي 3 في 10⁸ متر على الثانية. السؤال رقم 6: في تأثير كومبتون عند اصطدام فوتون لأشعة إكس بإلكترون حر، أي مما يأتي تكون له سرعة أقل؟ طبعا سرعة أقل الإلكترون قبل التصادم، لأن نتيجة التصادم سرعة الإلكترون تزداد، أما سرعة الفوتون فهي ثابتة، يبقى الوحيد اللي بيكون قليل وبعدين بيزيد هي سرعة الإلكترون ثم تزداد نتيجة التصادم. في تأثير كومبتون نسبة طاقة الفوتون بعد التصادم إلى طاقته قبل التصادم. طيب ما أنا عارف إن طاقة الفوتون بتقل، إذا طاقته بعد التصادم إلى طاقته قبل التصادم هتكون أقل من
الواحد الصحيح. السؤال رقم 8. في تأثير كومبتون إذا كانت طاقة الفوتون الساقط هي E1 وطاقة الفوتون المشتت هي E2 وطاقة الحركة التي اكتسبها الإلكترون هي E3. طبعا الجزء الذي يكتسبه الإلكترون يساوي الذي يفقده الفوتون، يبقى دلتا E تساوي دلتا KE. طيب هو بيقول إن دلتا E اسمها E3. E3 دي تساوي E1 ناقص E2. طاقة الفوتون قبل التصادم ناقص طاقته بعد التصادم، تبقى الإجابة باء. السؤال رقم 9. الشكل المقابل يعبر عن ظاهرة كومبتون بحيث تتغير طاقة الفوتون بمقدار دلتا E. فإذا كان ثابت بلانك H فإن المقدار وسرعة الضوء C فإن المقدار HC على دلتا E. طيب دلتا E مقدار النقص في طاقة الفوتون يساوي طاقة الفوتون قبل التصادم ناقص طاقة الفوتون بعد التصادم. طاقة الفوتون قبل التصادم HC على لامدا 1 ناقص طاقته بعد التصادم HC على لامدا 2. يبقى دلتا E تساوي، هناخد HC عامل مشترك، 1 على لامدا 1 ناقص 1 على لامدا 2. HC موجودة هنا في البسط، هنوديها الناحية التانية في المقام، تبقى دلتا E على HC تساوي 1 على لامدا 1 ناقص 1 على لامدا 2. هنوحد مقامات، يبقى لامدا 1 في لامدا 2 و1 في لامدا 2 تبقى لامدا 2 ناقص لامدا 1. اللي ناسي توحيد المقامات، لما أقول مثلا على سبيل المثال نص ناقص خمس، لما أجي أوحد مقامات بضرب 2 في 5، بعدين 1 في 5 ب5 ناقص 1 في 2 ب2، يبقى دي تساوي 3 على 10. ماشي، بعدين هو عايز HC على دلتا E، فاحنا هنقلب المقدار ده، هنقلب HC على دلتا E تساوي لامدا 1 في لامدا 2 على لامدا 2 ناقص لامدا 1، يبقى ضربهم على طرحهم تبقى الإجابة جيم. السؤال رقم 10. في تأثير كومبتون كلما زاد الفرق بين الطول الموجي للفوتون الساقط والطول الموجي للفوتون المشتت. طبعا زاد فرق الطاقة التي يفقدها الفوتون، وبالتالي زادت الطاقة التي يكتسبها الإلكترون. ماشي، يبقى الطاقة المكتسبة بواسطة الإلكترون تزداد. ماشي، اصطدم فوتون أشعة إكس طوله الموجي 7 أنجستروم، فزادت طاقة حركة الإلكترون بمقدار، يبقى ده مقدار الطاقة التي فقدها الفوتون، يبقى الدلتا E تساوي E1 ناقص E2. دلتا E ودي تساوي دلتا KE، يبقى دلتا KE مديهالي في السؤال ب1 853 من 1000 في 10 أس سالب 18 يساوي E1 HC على لامدا 1 HC على لامدا 1 ناقص E2 HC على لامدا 2، يبقى 853 من 1000 في 10 أس سالب 18
يساوي، هناخد اتش سي عامل مشترك، تبقى 625 من 1000 في 10 أس سالب 34 في 3 في 10 أس 8 واحد على لمدة واحد اللي هي 7، بس دي بالأنجستروم، فناخد 10 أس سالب 10 عامل مشترك ناقص واحد على لمدة 2. يبقى المجهول الوحيد هو لمدة 2، وكده مباشرة هيطلع معايا بالمتر. هنحوله الأنجستروم، يبقى نضرب في 10 أس 10، هيطلع معانا 7.46 من 1000 أنجستروم. طبعا لو حلينا بسولف هيطلع معايا بالأنجستروم عادي، لأن أنا واخد 10 أس سالب 10 عامل مشترك. الإجابة جيم. السؤال رقم 12، الشكل المقابل يمثل ظاهرة كومبتون، فإذا كانت النسبة بين الطول الموجي للفوتون الساقط لامدا 1 على لامدا 2، طبعا أنا عارف إنها تساوي E2 على E1، دي تساوي 999 على 1000. إذا E2 تساوي 999 على 1000 E1، فأنا هجيب الطاقة التي يفقدها الفوتون E1 ناقص E2. E1 اللي هي هعملها 1000 على 1000 اللي هي 1 E1 ناقص E2 999 على 1000 E1، يبقى دلتا E 1000 ناقص 99 تبقى 1 على 1000 E1. يبقى هذا الفوتون فقد 1 على 1000 من طاقته قبل التصادم. السؤال رقم 13، في تأثير كومبتون إذا فقد الفوتون X من طاقته نتيجة التصادم فإن. طيب خلينا نحل سؤال على السؤال رقم 13 بالتفصيل الممل. لو قلت مثلا إذا فقد الفوتون 40% من طاقته نتيجة التصادم فإن. هسأل بقى على كل الحاجات الخاصة بالفوتون. طبعا الإي تساوي اتش نيو تساوي ام سي تربيع تساوي بي ال في سي تساوي اتش سي على لمدة. يبقى انا هستنتج من السطر ده ان الاي تتناسب تناسب طردي مع النيو، والاي تتناسب تناسب طردي مع الام، والاي تتناسب تناسب طردي مع البي ال، لكن الاي تتناسب تناسب عكسي مع اللمدة. وبالتالي إذا فقد الفوتون 40% من طاقته فإن تردده يقل بنسبة 40%. يبقى إذن التردد يقل بنسبة 40%. الكتلة المكافأة تقل بنسبة 40%. كمية التحرك برضو تقل بنسبة 40%. ولكن الطول الموجي للفوتون، خلينا نشوف بقى. E1 على E2 تساوي لمدة 2 على لمدة 1، عشان العلاقة هنا علاقة عكسية. E1 ب E1. E2 الفوتون فقد 40%، إذن E2 تساوي 60% E1 اللي هي تساوي 6/10 E1. يبقى 6/10 E1 ده يساوي لمدة 2 على لمدة 1. ال E1 تروح مع E1، يتبقى معايا 1 على 6/10 يساوي لمدة 2 على لمدة 1. إذا لمدة 2
تساوي لامدا 1 على 6/10. لما نعمل 1/6 تساوي 1.67. 1.67 لامدا 1. يبقى إذا دلتا لامدا تساوي لامدا 2 عشان هو زاد ناقص لامدا 1 تساوي 1.67 لامدا 1 ناقص لامدا 1 تساوي 67 لامدا 1. يبقى النسبة المئوية للتغير في لامدا، يبقى دلتا لامدا 1 على لامدا 1 في 100 يساوي 67 لامدا 1 على لامدا 1 في 100 يساوي 67%. يبقى الطول الموجي يزيد بنسبة 67%. يبقى احنا لما نرجع للسؤال ويقول في تأثير كومبتون إذا فقد الفوتون إكس من طاقته، يبقى أنا هستنتج تاني إن الإي تساوي اتش نيو تساوي ام سي تربيع تساوي بي ال في سي تساوي اتش سي على لامدا. الطول الموجي يزداد ولكن مش هيزداد بنفس النسبة، يعني احنا لسه هنشقلب ونطرح ونضرب في 100. يبقى النسبة دي كده غلط، نسبة اكس دي كده غلط، هو يزداد صح. كمية حركة الفوتون تقل بنسبة اكس في المية صح، عشان الاي تتناسب تناسب طردي مع البي ال، والاي تتناسب تناسب طردي مع النيو، والاي تتناسب تناسب طردي مع الام. لو كان قال كمية التحرك زي ما بيقول في السؤال او التردد او الكتلة، دول كلهم صح. كتلة الالكترون طبعا ثابتة، طاقة حركة الالكترون تقل بنسبة اكس في المية، لا تزيد لان مقدار النقص في طاقة الفوتون يساوي مقدار الزيادة في طاقة حركة الالكترون. السؤال رقم 14، الكتلة المكافئة لفوتون من أشعة إكس طولها الموجي 100 نانومتر. طب ما أنا عارف إن الإي تساوي إم سي تربيع، يبقى الإم تساوي إي على سي تربيع. طب والإي تساوي اتش سي على لامدا في سي تربيع، فالتربيع يروح مع السي، أصبح الإم تساوي اتش على لامدا سي. اتش 6.625 في 10⁻⁻34 على اللامدا بكام؟ ب100 نانو، يبقى 100 في 10⁻⁹ في سي 3 في 10⁻8، ونحسب 625 في 10⁻⁻34 على لامدا ب100 في 10⁻⁷ في 3 في 10⁻8، طلعت 2.208 في 10⁻⁻35، تقريبا 2.21 في 10⁻⁵35. تبقى الإجابة د. الإجابة د. السؤال رقم 15، الطاقة الناتجة من تحول كتلة مقدارها، يبقى أنا معايا الكتلة وعايز الطاقة، الإي تساوي إم سي تربيع. الإم 1.67449 في سي لوحدها 3 في 10⁻⁸. سي تربيع تبقى 9 في 10⁻16، يبقى الكتلة 1.67449 في، طبعا الكتلة في 10⁻⁻27،
10⁻⁻27 في 9 في 10⁻16 طلعت 1,507 في 10⁻10 تقريبا 51 في 10⁻10 تقريبا، يعني الإجابة باء. ماشي. السؤال رقم 16. من خصائص الفوتون أن سرعته في الفراغ 3.8. صح. يمكن تعجيله؟ لأ. ينحرف؟ لأ. لا يتأثر؟ جميع ما سبق؟ لأ. تبقى الإجابة ألف. السؤال رقم 17. فوتونان النسبة بين تردديهما 1:2 على الترتيب. النسبة بين طاقتيهما نفس النسبة لأن الإي طردية مع النيو. ماشي. الإجابة باء. السؤال رقم 18. بفرض كتلة مقدارها M تساوي 1 في 10⁻6 جرام. نضرب تاني في 10⁻3 عشان نخليها كيلو جرام. تتحول تدريجيا إلى طاقة. أي الخطوط البيانية XYZ يمثل تمثيلا صحيحا للعلاقة بين الطاقة E الناتجة ومقدار الكتلة المتحولة M. طيب هو راسم هنا بين الإي والإم، فالميل لازم يساوي سي تربيع، أو ممكن نحسب الإي ام سي تربيع. الام ممكن أقولها 10⁻9. 10⁻9 في 9 في 10⁻16 بالجول. يبقى 16 ناقص 9 تبقى 90 في 10⁻6 جول. 10⁻6 اللي هي ميجا، يبقى 90 ميجا جول أو مليون جول. 90 مليون جول. يبقى الاختيار هيبقى 90. يبقى الاختيار واي. ممكن حد تاني يشوف ميل كل خط. لو حسبنا الميل، لو هنحسب بالميل، الميل لازم يساوي سي تربيع. الخط الوحيد اللي ميله يساوي 9 في 10⁻16 هو الاختيار واي. الخط البياني واي. ماشي. الإجابة باء. السؤال رقم 19. الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين طاقة الفوتونات E وترددها. طب ما هي الإي تساوي اتش نيو، ما يكتب إي على الصادات ونيو على السينات، يبقى الميل هنا ثابت بلانك. يبقى الميل هو ثابت بلانك. السؤال رقم 20. بفرض أن مدينة صغيرة تستهلك في الثانية الواحدة طاقة مقدارها 10⁻8 جول، فإن مقدار الكتلة اللازم تحولها تماما إلى طاقة في مفاعل نووي لإمداد المدينة بالطاقة لمدة عام. طب احنا نحسب الطاقة المستهلكة خلال عام. في الثانية الواحدة 10⁻8، ولكن السنة فيها 365 يوم وربع. طيب دي الطاقة المستهلكة في العام. اليوم فيها 24 ساعة، يبقى دي الطاقة المستهلكة في العام. اليوم فيها 24 ساعة، والساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها 60 ثانية. يبقى اللي هيطلع ده مقدار الطاقة المستهلكة خلال عام. فإن مقدار الكتلة اللازم تحولها تماما إلى طاقة، يبقى الام تساوي E على سي تربيع. يبقى الرقم اللي هيطلع 10⁻8 في 365 وربع في 24 في 60 في 60، كل ده على 9 في 10⁻16. طلعت معانا 35 من 1000
كيلو جرام. 35 من 1000 كيلو جرام. الاختيار ألف بالجرام. طبعا أنا عارف من كيلو جرام لجرام في 10 أس 3. لما نضرب الرقم ده في 10 أس 3 تديني 35 جرام. الاختيار د. السؤال 21. فوتون كمية تحركه بي ال. طيب ما هي البي ال دي كانت تساوي ام سي، برضو كانت تساوي اي على سي. هو عايز الطاقة بدلالة كمية التحرك. طيب يبقى الاي تساوي بي ال في سي. يبقى الاي تساوي بي ال في سي، عشان هي كانت تساوي ام سي سي، وام سي دي اللي هي بي ال. بي ال سي الاختيار ألف. السؤال 22. فوتون طوله الموجي لامدا وتردده نيو تكون كمية تحركه. كمية التحرك بي ال تساوي ام سي تساوي اي على سي. مفيش اي على سي، فيه اتش نيو على سي. مفيش اتش نيو على سي، فيه نشيل النيو نحط سي على لامدا تبقى اتش على لامدا. اتش على لامدا الاختيار ألف. السؤال 23. شعاع ضوئي أحادي اللون طول موجته لامدا يسقط عدد ان من فوتوناته. الطاقة للفوتون الواحد اتش نيو لعدد من الفوتونات ان. ونشيل النيو نحط مكانها سي على لامدا تبقى ان اتش سي على لامدا. ان اتش سي على لامدا الاختيار ج. نسبة كمية تحرك الفوتون بي ال إلى كتلته ام. بي ال اللي هي ام سي على ام طبعا يديني سرعة الضوء، سرعة الفوتون. الاختيار ألف. إذا تضاعفت شدة حزمة أشعة من ضوء أحادي اللون. طيب تضاعف الشدة يساوي تضاعف عدد الفوتونات، كل الباقي ثوابت، يبقى كمية حركة الفوتون لا تتغير. السؤال رقم 26. فوتون من طيف طوله الموجي، يبقى أنا معايا اللامدا. عايز الطاقة، ما هي الإي تساوي اتش سي على لامدا. اتش 6 علامة 6 2 5 في 10 أس -430 في 3 في 10 أس 8. لامدا 770 دي بالنانو في 10 أس-9. نحسب 625 في 10 أس-34 في 3 في 10 أس-8 على 770 في 10 أس-9. طلعت 2.58 في 10 أس-19 جول. 2.58 في 10 جول. اختيار د. عايز كتلته المكافئة، الكتلة المكافئة. ماشي، طب ما هي الام تساوي اي على سي تربيع. ممكن نقسم مباشرة 2.58 في 10 أس-19 على 9 في 10 أس-16. يبقى الرقم اللي طلع ده على، نفتح قوس، 9 في 10 أس-16 يساوي 2.868 في 10 أس-36. ماشي، يعني تقريبا 2.87 في 10 أس-36. الاختيار باء. كمية تحركه بي ال ممكن أقول ام سي. الرقم اللي طلع
2/8/6 في 10 أس سالب 36 في 3 في 10 أس 8. يبقى في تحت قوس 3 في 10 أس 8. طلعت كمية التحرك 8.6 في 10 أس سالب 28 كيلو جرام متر على الثانية. 8.6 في 10 أس سالب 28. الاختيار ألف. ينتشر فوتونان اكس واي في الهواء. الفوتون اكس كمية تحركه، يبقى فوتونان اكس، وواي الفوتون اكس كمية تحركه بي ال، والفوتون واي كمية تحركه 2 بي ال. فإن طيب هو بيتكلم في الطول الموجي، طبعا السرعة ملغية عشان سرعة الفوتونات ثابتة اللي هي 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. يبقى احنا بنتكلم في الطول الموجي لهذه الفوتونات، واحنا استنتجنا من شوية ان اللامدا تساوي اتش على بي ال. يبقى طالما كمية تحرك واي ضعف كمية تحرك اكس، يبقى الطول الموجي لاكس لامدا اكس يساوي 2 لامدا واي. يبقى الطول الموجي لاكس ضعف الطول الموجي لاكس ضعف الطول الموجي لواي، عشان كمية تحرك اكس نصف كمية تحرك واي. ماشي. السؤال رقم 28. أي من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين السرعة سي لفوتونات تنتشر في الهواء؟ طبعا السرعة يا جماعة ثابتة، تبقى الإجابة ألف. أي من الأشكال البيانية يوضح العلاقة بين طاقة الفوتون وطول موجته؟ ما هي الإي تساوي اتش سي على لامدا، تبقى الإي عكسية مع اللامدا. تبقى الإجابة هنا اللي هيوضح القصة دي الإجابة د. السؤال رقم 30. شعاع ضوئي أحادي اللون يسقط على مساحة معينة لفترة زمنية معينة. إذا تضاعفت الشدة، بالله عليكم تضاعفت الشدة دي معناها تضاعف عدد الفوتونات الساقطة. تضاعف الشدة يبقى تضاعف عدد الفوتونات، الطاقة مش بتتغير. الإجابة د. 31. الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين الطول الموجي لامدا لعدة حزم ضوئية ومقلوب كمية التحرك، فيكون ميل الخط المستقيم. طيب اللامدا تساوي 1 على اتش على بي ال. لما نكتب اتش الميل اللي هو دلتا لامدا على دلتا 1 على بي ال، طبعا يساوي ثابت بلانك، يبقى الميل هنا يساوي ثابت بلانك. ماشي. السؤال رقم 32. طبق فرق جهد على إلكترون فزادت كمية تحركه بنسبة 25%. طيب فإن طاقة حركته تزداد تقريبا بنسبة كام؟ احنا عايزين علاقة تربط ما بين طاقة الحركة وكمية التحرك. كلنا عارفين ان الكي اي تساوي ام في تربيع على 2 او نص ام في تربيع. هنضرب البسط في ام والمقام في ام، هتبقى فوق ام تربيع في تربيع على 2 ام. ام تربيع في تربيع اللي هي بي ال اصبحت بي ال تربيع على 2 ام. يبقى انا من الاخر عايز اقول ان الكي اي تتناسب تناسب طردي مع بي ال تربيع. السؤال بيقول زادت كمية التحرك بنسبة 25%، يعني البي ال 1 تساوي بي ال 100%، بي ال 2 تساوي 125%، يبقى 1.25 بي ال. يبقى كي اي 1 على كي اي 2 تساوي بي تربيع 1 على بي تربيع 2. بي تربيع 1 بي
على 1.4 تربيع. يبقى 1 على 1.4 تربيع طلعت 16 على 25. 16 على 25. فأنا هستنتج إن ال KE2 تساوي 25 على 16 KE1. فاحنا عايزين مقدار التغير في طاقة الحركة، يبقى دلتا KE هي زادت، يبقى KE2 ناقص KE1. KE2 25 على 16 KE1 ناقص KE1. ينفع أقول 16 على 16 KE1 عشان تبقى 1. تبقى 25 ناقص 16 تطلع معانا 9 على 16 KE1. يبقى مقدار النسبة المئوية للتغير في طاقة الحركة يساوي دلتا KE على KE1 طبعا في 100. يبقى 9 على 16 في KE1 على KE1 في 100. طبعا KE1 تروح مع KE1 تطلع معانا 56.4%. تقريبا تبقى 56%. السؤال طويل شوية بس من الأسئلة المهمة. السؤال 33. شعاع ضوئي طاقة فوتوناته E سقط عموديا على سطح عاكس، فإن مقدار التغير في كمية حركة الفوتون دلتا BL. كنا استنتجنا ان الدلتا BL كانت تساوي 2 MC، وMC اللي هي E على C يبقى 2 E على C. تبقى الاختيار ب 2 E على C. ماشي. السؤال 34. فوتونات من إشعاع طوله الموجي لامدا. الفوتونات طولها الموجي لامدا. ماشي. فإذا كانت المسافات البينية بين جسيمات السطح، عند السطح اهو وعنده مسافات بينية، جسيمات السطح المسافات البينية 1/100 لامدا. 1/100 لامدا. طبعا الفوتونات دي مش هتعرف تخترق هذه المسافات البينية، فطالما الطول الموجي أكبر من المسافات البينية يبقى في الحالة دي الفوتونات دي تنعكس عن هذا السطح. يبقى تنعكس لأن الفوتونات مش هتعرف تعدي من المسافات البينية. إنما لو كان الطول الموجي مقارب للمسافات البينية فإن هذه المسافات البينية تتداخل ويحدث لها حيود كما في حالة الأشعة السينية. يبقى هنا كده دي تنعكس، هذه الفوتونات تنعكس. تتداخل يعني كنا نختار ألف لو كان الطول الموجي للفوتونات الساقطة مقارب للمسافات البينية. خلاص ماشي، يبقى دي تنعكس. السؤال رقم 35. حزمة من ضوء أحادي اللون طوله الموجي لامدا سقطت عموديا برضه على سطح عاكس، فكان عدد الفوتونات المرتدة عن السطح في الثانية الواحدة هو فاي ال. فإن القوة، طيب احنا كنا استنتجنا ان الاف تساوي 2 باور على سي، وباور كانت اتش نيو فاي ال. طبعا يبقى 2 اتش نيو فاي ال على سي. طيب هو عايز يشيل نيو يحط لامدا، يبقى النيو بسي على لامدا. ادي سي على لامدا دي مكان النيو، وفي هنا 2 اتش وادي فاي ال وادي السي، فالسي تروح مع السي يتبقى معانا 2 اتش على لامدا في فاي ال. تبقى الإجابة هنا د. السؤال رقم 36. إذا ارتد شعاع ضوئي أحادي اللون
عن سطح عاكس فتأثر بقوة مقدارها، يبقى أنا معايا القوة. طيب الإف ممكن على طول نقول 2 باور بدل باور اتش نيو فاي ال على سي. نحن الآن نريد النيو، يبقى النيو اف دوت سي على 2 اتش فاي ال تساوي الاف بكام؟ 2 في 10 أس سالب 7، سي 3 في 10 أس 8، 2 اتش 6 علامة 6 2 5 في 10 أس سالب 34 في فاي ال. فين فاي ال؟ 10 أس 20، يبقى هنا كده 10 أس 20. طيب يبقى نحسب كده هيطلع لنا مباشرة التردد 2 في 10 أس سالب 7 في 3 في 10 أس 8 على 2 6 علامة 6 2 5 في 10 أس سالب 34 في 10 أس 20. طلع مباشرة نيو 4 علامة 5 3 في 10 أس 14 هرتز، تبقى 4 53 في 10 أس 14. الإجابة هنا د. السؤال 37، شعاع ضوء أصفر قدرته الكلية 1 وتردده، فإن عايز عدد الفوتونات المنبعثة في الثانية، يبقى هو عايز الفاي ال. طيب بما إن هو مديني الباور وعايز العدد، فأنا هقول على طول إن الباور تساوي اتش نيو فاي ال. فأنا دلوقتي عايز الفاي ال، يبقى الفاي ال تساوي باور على اتش نيو. باور ب1 والاتش معروفة في 10 أس سالب 34 في النيو 5.2 في 10 أس 14، يبقى 1 على 6 علامة 6 2 5 في 10 أس سالب 34 في 5.2 في 10 أس 14، طلعت تساوي الفاي ال 2.9 في 10 أس 18. 2.9 في 10 أس 18 فوتون. طبعا ده فوتون في الثانية، يبقى هو عايز عدد الفوتونات المنبعثة في الثانية الواحدة، يبقى الرقم ده فوتون. ماشي. السؤال رقم 38، مصدران A و B. ماشي. A و B قدرتهما باور و2 باور، يصدر عنهما شعاعان كهرومغناطيسيان أحاديا الطول الموجي، وطولهما الموجي لمدة و4 لمدة على الترتيب. تمام. فإن النسبة بين عدد الفوتونات المنبعثة من المصدرين خلال نفس الزمن، يبقى هو بيتكلم في إن هو عايز الفاي ال. طب احنا لازم نكتب قوانين يكون فيها الباور واللمدة والفاي ال. الباور تساوي 2 اتش، الباور تساوي اتش نيو فاي ال، ونشيل النيو نحط مكانها سي على لمدة، تبقى اتش سي فاي ال على لمدة. فانا دلوقتي عايز اشيل الفاي ال واحط مكانها ان على التي، اشيل دي واحط مكانها ان على التي، يبقى انا هستنتج ان الان تساوي باور في لمدة في تي على اتش سي. خلال نفس الزمن نطير الزمن، السي السرعة ثابتة، الاتش ثابت، يبقى الان تتناسب تناسب طردي مع الباور وكمان طردي مع اللمدة، يبقى ان ايه على ان بي تساوي باور ايه على باور بي لمدة ايه على لمدة بي.
نعوض. باور A ب1، باور B ب2 باور، لامدا A بلامدا، لامدا B ب4 لامدا، تبقى 1/8. 1/8 الإجابة ج. السؤال 39. طبعا الإف بالخط العريض كده تساوي 2 باور على سي، يبقى الاتنين ده مقدار ثابت والسي ده مقدار ثابت، يبقى الإف مع الباور علاقتهم طردية. الإجابة باء. السؤال رقم 40. عدة حزم من إشعاعات كهرومغناطيسية أحادية الطول الموجي تسقط عموديا بنفس المعدل فاي ال على سطح عاكس، والشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين مقدار القوة اف التي تؤثر بها كل حزمة على السطح ومقلوب الطول الموجي لهذه الفوتونات. عايز معدل سقوط فوتونات أي من هذه الحزم اللي هو فاي ال. طيب احنا نكتب القانون. الاف تساوي 2 باور على سي، والباور تساوي اتش نيو فاي ال، ونشيل النيو نحط مكانها سي على لامدا، كنا استنتجناها من شوية. يبقى الاف تساوي 2 اتش فاي ال على لامدا. هو كاتب على الصادات فاي ال وعلى السينات 1 على لامدا، يبقى الميل يساوي دلتا اف على دلتا 1 على لامدا يساوي 2 اتش فاي ال. يبقى هنقول مثلا من الصادات ناخد 6 ومن السينات ناخد 3، يبقى 6 في 10 أس سالب 9 على 3 في 10 أس 6 يساوي 2 اتش، 6 علامة 6 2 5 في 10 أس سالب 34 في فاي ال. ونجيب الاتنين ونجيب ال6 625 دول كده كلهم يجوا في المقام، يبقى الفاي ال تساوي مباشرة بقى 6 في 10 أس سالب 9 على 3 في 10 أس 6 في 2 في 6 علامة 6 2 5 في 10 أس سالب 34. طلعت الفاي ال 1/5 في 10 أس 18، 1.5 في 10 أس 18 فوتون في الثانية. الإجابة هنا كده هتطلع 1.5 في 10 أس 18، الإجابة باء. ماشي. السؤال رقم 41. الرسم المقابل يوضح سطحين عاكسين اكس وواي سقط عليهما حزمتان من الأشعة الضوئية. ماشي. بترددين مختلفين ولكن بنفس القدرة. نفس القدرة. طيب الباور تساوي اتش نيو فاي ال، يعني القدرة ثابتة. ماشي. أي من الأشكال يمثل نسبة القوتين. الاف طالما بنفس القدرة يبقى الاف تساوي 2 باور على سي، ما هي القدرة ثابتة والسرعة ثابتة، يبقى الاتنين نفس القوة. طيب الاتنين نفس القوة يبقى اللي بيعبر عن كده الاختيار جيم. طيب دي معناها زيادة التردد عند واحدة يقابلها نقص في عدد الفوتونات اهي. يبقى هنا التردد قليل عدد فوتونات كتير، تردد كبير عدد فوتونات قليل، حتى تظل القدرة ثابتة. ماشي. السؤال رقم 42. تنعكس حزمة من الأشعة الكهرومغناطيسية قدرتها 10 واط عموديا عن سطح جسم عاكس كتلته 10 كيلو جرام، فإن القوة التي تؤثر بها، القوة ملهاش دعوة بالكتلة، اف تساوي 2 باور على سي، يبقى 2 في 10 على 3 في 10 أس 8.
تبقى 2/3 تبقى 6.67 على طول كده، وتبقى كام بقى؟ 2/3، ونقول اللي تحت في 10 أس 7 تبقى 6.67 في 10 أس-8 نيوتن. 6.67 في 10 أس-8، الإجابة ج. السؤال 43. محطة إذاعة تبث على موجة ترددها، عايز طاقة الفوتون الواحد. ما هي طالما أنا معايا التردد الإي تساوي اتش نيو 6.625 في 10 أس-34 في نيو 92.4 ميجا، تبقى في 10 أس 6. 625 في 10 أس-34 في 92.4 في 10 أس 6، طلعت الإي تساوي 6.1215 في 10 أس-26. 6/12 في 10 أس-26، الإجابة تطلع باء. عدد الفوتونات، عايز عدد الفوتونات المنبعثة في الثانية إذا كانت قدرة المحطة كذا. طيب ما هي الباور اتش نيو فاي ال، باور تساوي اتش نيو فاي ال، وفاي ال ان على التي، يبقى هو عايز الان، يبقى الان تساوي باور في التي على اتش نيو. القدرة 100 كيلو في 10 أس 3، عايز في ثانية واحدة، على 6.625 في 10 أس-34 في النيو 92.4 في 10 أس 6. يبقى 100 في 10 أس 3 6.625 في 10 أس-34 في 92.4 في 10 أس 6، 1.6 في 10 أس 30. 1.6 في 10 أس 30، الإجابة كده تطلع ج. 1.63 في 10 أس 30. ماشي. السؤال رقم 44. سقط ضوء طوله الموجي 6000، يبقى ادي اللمضة، فكانت القدرة الساقطة 39.6، فإذا علمت أن 1% فقط من الفوتونات تحرك إلكترونات، فإن عدد الإلكترونات التي تتحرر من سطح الفلز في الثانية الواحدة. طيب احنا كنا بنقول من شوية إن الباور تساوي اتش نيو فاي ال، ونشيل النيو نحط مكانها سي على لامدا في فاي ال. فاي ال اللي هي ان على التي، يبقى اتش سي على لامدا في ان على التي، يبقى ان على التي بتاعت الفوتونات تساوي باور في لامدا على اتش سي. يبقى عدد الالكترونات المتحررة في الثانية، الكترونات، يساوي 1% من عدد الفوتونات الساقطة. يبقى ممكن أقول 1/100 في باور في لامدا على اتش سي. احنا بنعوض والله تعويض مباشر. يبقى 1/100 في باور 39.6 لامدا 6000، بس دي بالانجستروب، في 10 أس-10 على اتش 6.625 في 10 أس-34 في سي 3 في 10 أس-8، يطلع لي كذا إلكترون في الثانية. نحسب.
يبقى 1/100 في 39.6 في 6000 10⁻⁻10. كل ده على 625/1000 10⁻34 في 3 في 10⁻8. طلعت 1.195 في 10⁻18، تقريبا 1.2 في 10⁻18. الإجابة باء. السؤال 45. إحدى الخواص التالية لا تنطبق على الإلكترون. لا تنطبق، شوف كل واحدة لوحدها. له طبيعة موجية أثناء حركته، لا دي بتنطبق عادي مش هتنفع. له خصائص جسيمية، هو أصلا جسيم مش هتنفع. الطول الموجي المصاحب له يزداد بزيادة سرعته، هي دي. أيوة، لأن الطول الموجي المصاحب لحركته بيقل بزيادة السرعة طبقا لمعادلة دي براولي للجسيمات. 46. إذا كانت كتلة جسيم متحرك M وطول الموجة المصاحبة لحركته لامدا، فإن سرعة الجسيم تحسب من. طيب احنا استنتجنا إن اللامدا تساوي H على MV، يبقى كتلة الجسيم M تساوي H على لامدا في V. فين الكلام ده؟ H على لامدا V. H فين H على لامدا V؟ هو عايز ال V، ماشي. يبقى ال V تساوي H على M لامدا. H على M لامدا. الإجابة كده هتبقى ألف. ماشي. عند تسليط شعاع إلكتروني على شق مزدوج كما بالشكل تظهر على الشاشة طبعا عدة بقع مضيئة وأخرى معتمة. عدة بقع مضيئة وأخرى معتمة. يحدث حيود وتداخل لشعاع الإلكترونات كما يحدث حيود وتداخل لشعاع الضوء. عدة بقع. بعدين يتحرك بروتون وإلكترون بحيث تصاحب حركتيهما موجتان لهما نفس الطول الموجي. يبقى أنا هستنتج كده نفس الطول الموجي بما إن اللامدا تساوي H على BL، إذن BL لهما متساوية. ده مبدئيا. كمية حركة البروتون أكبر أو لأ؟ طاقة حركة الإلكترون أقل من طاقة حركة البروتون، ده أول اختيار. والله نكتب طاقة الحركة الكي بدلالة كمية التحرك اللي هي متساوية كانت بي ال تربيع على 2 ام. بما ان البي ال متساوية وبما ان الام بروتون اكبر من ام الكترون، يبقى الكي اي الكترون اكبر من الكي اي بروتون. طاقة حركة الالكترون اكبر، يبقى هو كاتب اقل. لا غلط، المفروض طاقة حركة الالكترون اكبر. ماشي. سرعة الالكترون اكبر. والله بما ان هو بيقول ام بروتون اكبر من ام الكترون، يبقى سرعة الالكترون اكبر من سرعة البروتون. جت منين؟ مش البي ال متساوية؟ بي ال الكترون تساوي بي ال فوتون بروتون، يبقى ام اي في اي تساوي ام بروتون في بروتون. كتلة الإلكترون صغيرة يبقى لازم سرعته تكون كبيرة. كتلة البروتون كبيرة يبقى لازم تكون سرعته صغيرة. عشان يبقى رقم كبير في صغير يساوي صغير في كبير، يبقى سرعة الإلكترون يا جماعة هتبقى أكبر. سرعة الإلكترون أكبر. السؤال رقم 49. إلكترون كتلته ME يتحرك بسرعة V
والطول الموجي للموجة المصاحبة لحركته لامدا إذا قلت سرعة الإلكترون إلى في على 2. طيب طبعا طالما الكتلة ثابتة، اللامدا تساوي اتش على بي ال اللي هي ام اي في. يبقى اللامدا تتناسب تناسب عكسي مع الفي، وبالتالي إذا قلت السرعة إلى النصف زاد الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون إلى الضعف، يبقى 2 لامدا. طالما السرعة قلت للنص يبقى الطول الموجي يزيد للضعف. تمام. إذا كان طول موجة دي براولي المصاحبة لحركة جسيم في كتلته ام هي لامدا، فإن طاقة الحركة للجسيم تساوي. طيب هي طاقة الحركة هو عايزها بدلالة الطول الموجي. كنا استنتجنا من شوية إنها تساوي ام تربيع في تربيع على 2 ام. ام تربيع في تربيع اللي هي بي ال تربيع، بي ال تربيع على 2 ام، وبي ال تساوي اتش على لامدا. يبقى الكي اي بدلالة الطول الموجي المصاحب لحركة الجسيم اتش تربيع على 2 ام لامدا تربيع. اتش تربيع على 2 ام لامدا تربيع اللي بيعبر عن الكلام ده هو الاختيار د. السؤال 51. سقط ضوء طول موجته 4500 انجستروم على سطح فلز دالة الشغل له. معايا الاي دبليو ومعايا الاي، فانا ممكن احسب السرعة. والله من الدرس اللي فات نص ام اي في تربيع يساوي اتش سي على لامدا الفوتون الساقط ناقص اي دبليو. مباشرة كده نحسبها في خطوة واحدة. يبقى نص كتلة الإلكترون 9.1 في 10 أس سالب 31 في تربيع الإلكترون. عايز أقصى سرعة. اتش 6.625 في 10 أس سالب 34 في 3 في 10 أس 8. كل ده على لامدا اللي هي 4500، بس طبعا في 10 أس سالب 10 ناقص دالة الشغل 3.36 في 10 أس سالب 19. يطلع لي الفي. نحسب مباشرة، ممكن نحسبها بسولف. نص في 9.1 في 10 أس سالب 31 في ألفا إكس تربيع يساوي شرطة كسر 6.625 في 10 أس سالب 34 في 3 في 10 أس 8 على 4500 في 10 أس سالب 10. كل ده ناقص 3.36 في 10 أس سالب 19 يساوي. لا مش هنقول يساوي، شيفت السولف يساوي. ماشي. طلعت السرعة 4.81 في 10 أس 5 متر على الثانية. ماشي. جبنا السرعة 4.81. ماشي. هي تقريبا هتبقى 82 عشان بعد الواحد. ماشي 9. 4.82 في 10 أس 5 تبقى الإجابة د. الطول الموجي للموجة المصاحبة لامدا تساوي اتش على ام اي في اي 6.625 في 10 أس سالب 34 على 9.1 في 10 أس سالب 31 في 4.82 في 10 أس 5. يطلع لي مباشرة الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون. نحسب 6.625 في 10 أس سالب 34 على 9.1 في 10 أس سالب
31 في 4.82 في 10 أس 5 طلع معانا 1.5 في 10 أس-9. الإجابة ألف. السؤال رقم 52. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين طول موجة دي براولي المصاحبة لحركة جسيم ومقلوب سرعة هذا الجسيم فإن كتلته. طيب احنا نكتب العلاقة لامدا. لامدا تساوي اتش على ام في. هو كاتب لامدا على الصادات، واحد على في على السينات، يبقى الميل هنا يساوي دلتا لامدا على دلتا واحد على في اتش على ام. يبقى لو هنقول 6 في 10 أس-20 يبقى على 3 في 10 أس-5. هناخد 6 ومعاها 3، محدش يشقلب عشان هي متشقلبة. ماشي، كل ده يساوي اتش 6,625 من 1000 10 أس-34 على الام اللي احنا عايزينها. يبقى احنا ممكن نحسب بسولف او ممكن نقول مباشرة طرفين في وسطين دول في بعض على الرقم ده. يبقى 3 في 10 أس-5 في 6,625 من 1000 10 أس-34 على 6 في 10 أس-20. طلعت الام تساوي 313 من 1000 في 10 أس-19. الإجابة جيم. السؤال رقم 53. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين مربع الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركة جسيمين اكس واي ومقلوب طاقة الحركة فإن النسبة بين كتلتي الجسمين. احنا لازم نوصل لعلاقة الأول لامدا تربيع والكي اي. والله استنتجنا من شوية إن الكي اي تساوي اتش تربيع على 2 ام لامدا تربيع. فاحنا هنجيب اللامدا مكان الكي اي، يبقى اللامدا تربيع تساوي اتش تربيع على 2 ام كي اي. هو كاتب لامدا تربيع على الصادات وواحد على الكي اي على السينات. يبقى الميل يتناسب عكسي مع الكتلة عشان الاتش ده ثابت والاتنين ده ثابت. يبقى الميل عكسي مع الكتلة. يبقى من الآخر ام اكس على ام واي يبقى سلوب واي على سلوب اكس. سلوب واي على سلوب اكس. ميل واي يبقى تان 30 على تان سلوب اكس تان 60. يبقى تان 30 على تان 60. تان 30 على تان 60 طلعت معانا 1/3. 1/3. الإجابة ألف. السؤال رقم 54. مقدار السرعة التي يتحرك بها إلكترون لكي تصاحب حركته موجة طولها 1. طيب معادلة دي براولي بتقول إن اللامدا تساوي اتش على ام اي في. احنا عايزين في تبقى الفي اتش على ام اي في لامدا. اتش 6,625 في 10 أس-34. ام اي 9.1 في 10 أس-31 في لامدا ب1. بس ده 1 انجسترون تبقى 10 أس-10. يبقى مجرد ما نكتب 6,625 في 10 أس-34 على 9.1 في 10 أس-31 في 10 أس-10 طلع مباشرة إن الفي تساوي 7.28 في 10 أس-6. 7.28 في 10 أس-6. الإجابة ألف.
السؤال 55 تتحرك حشرة بسرعة، يبقى أنا معايا الفي، فإذا كان الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركة الحشرة فهو عايز الكتلة، فلامدا تساوي اتش على ام في، عايزين الام، اتش على لامدا في في، 6 علامة 6 2 5 في 10 أس سالب 34، لامدا ب5 ونص في 10 أس سالب 30، بتتحرك بسرعة 12، يبقى 6 625 في 10 أس سالب 34 على 5 ونص في 10 أس سالب 30 في 12، طلع ام تساوي 1 تقريبا في 10 أس سالب 5 كيلو جرام. الإجابة هتبقى د. السؤال 56، جسم كتلته 10 كيلو جرام يتحرك بسرعة 5 متر على الثانية، عايز لامدا، يبقى لامدا تساوي اتش على ام في، 6 علامة 6 2 5 في 10 أس سالب 34 على كتلته كام؟ 10 كيلو، بيتحرك بسرعة كام؟ 5. يبقى احنا مباشرة بنطبق في القانون، الإجابة بتطلع على طول، يبقى 6 625 في 10 أس سالب 34 على 10 في 5، طلع 1/325 من 1000 في 10 أس سالب 35 متر. فين سالب 35؟ تبقى الإجابة جيم. السؤال 57، جسمان اكس وواي، كتلتيهما ام و2 ام، سرعتيهما في و4 في. إذا كان الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركة الجسم اكس هو لامدا، فإن الطول الموجي المصاحب لحركة الجسم واي هيبقى ايه؟ طيب احنا عايزين علاقة فيها كتلة وسرعة وطول موجي، كتلة وسرعة وطول موجي، اللي هي معادلة دي براولي، لامدا تساوي اتش على ام في. يبقى بما ان هو مديني لامدا اكس فانا هقول لامدا اكس على لامدا واي، لامدا مع الام عكسية، يبقى ام واي على ام اكس، في لامدا مع الفي برضو عكسية، يبقى في واي على في اكس، لامدا اكس بلامدا، لامدا واي مش عارف، ام واي ب2، ام اكس ب1، في واي 4، في اكس ب1، يبقى 2 في 4 تبقى 8 على 1. يبقى احنا دلوقتي عايزين لامدا واي، تبقى اللامدا واي تساوي 1 في لامدا على 8، تبقى لامدا على 8، لامدا على 8. الإجابة د. السؤال 58، جسمان لهما نفس الطاقة الحركية، فإذا كان الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركة الجسم الأول ضعف الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركة الجسم الثاني، فإن العلاقة بين الكتلتين، عايزين قانون يكون فيه طاقة الحركة وفيه الطول الموجي وفيه الكتلة. طبعا الإجابة مباشرة في إن الكي إي تساوي اتش تربيع على 2 ام لامدا تربيع. عايزين الام دلوقتي، يبقى نطلع الام بره، نحط الام مكان الكي اي والكي اي مكان الام، يبقى الام تساوي اتش تربيع على 2 لامدا تربيع كي اي، لهما نفس طاقة الحركة والاتش ثابتة والاتنين ده مقدار ثابت، يبقى الام عكسية مع اللامدا تربيع، يبقى ام1 على ام2 تساوي لامدا 2 تربيع على لامدا 1 تربيع. هو بيقول
يبقى M1 على M2 تساوي، بيقول إن الطول الموجي للموجة المصاحبة لحركة الأول ضعف الأول تحت 2 ولكنها تربيع وفوق 1. يبقى إذا M2 4 M1. فين M2 4 M1؟ الإجابة د. السؤال 59. بروتون وجسيم ألفا يتحركان بنفس السرعة. إذا علمت أن كتلة جسيم ألفا 4 أمثال كتلة البروتون، فإن النسبة بين الطول الموجي. طيب لامدا تساوي اتش على ام في. طيب الاتش ثابت وبيتحركوا بنفس السرعة، يبقى لامدا بروتون على لامدا ألفا يساوي ام ألفا على ام بروتون تساوي. بيقول كتلة جسيم ألفا 4 أمثال. كتلة جسيم ألفا فوق 4 على 1، يبقى النسبة دي هتكون 4 على 1. السؤال رقم 60. الجدول المقابل يسجل كتلة ثلاثة جسيمات افتراضية ABC لها نفس نوع ومقدار الشحن، بفرض أنه تم تعجيل الجسيمات الثلاثة تحت نفس فرق الجهد. كلمة نفس فرق الجهد دي يبقى ال EV تساوي KE. نفس فرق الجهد يبقى نفس طاقة الحركة، يبقى النسبة بين طاقة الحركة التي تكتسبها هذه الجسيمات لازم تكون متساوية، 1:1:1. طيب تساوي برضو، بما انه هو عايز لامدا نفس طاقة الحركة، يبقى طاقة الحركة كانت تساوي اتش تربيع على 2 ام لامدا تربيع. ماشي، يبقى الام مع اللامدا بينهم علاقة عكسية، يبقى اذا الأكبر طول موجي يبقى أقل كتلة. طالما هو عايز الجسم الذي يصاحب حركته طول موجي أكبر، يبقى أقل كتلة هي مين؟ الجسم إيه؟ تبقى الإجابة ألف. السؤال 61. إذا تم تعجيل إلكترون ساكن تحت فرق جهد 2500 تكون أقصى سرعة له. طيب أنا كاتب فوق إن ال EV تساوي KE، وهكتب مكان ال KE نص ME V تربيع. بما إن أنا عايز سرعة مباشرة، ممكن أقول جذر 2 EV على ME تساوي جذر 2. ال E طبعا 1.6 في 10 أس سالب 19. فرق الجهد 2500 تحت الجذر كل ده طبعا 9.1 في 10 أس سالب 31. يبقى جذر 2 في 1.6 في 10 أس سالب 19 في 2500 على 9.1 في 10 أس سالب 31. طلعت 2 علامة 9.6 في 10 أس 7. 2 تقريبا 3 في 10 أس 7. الإجابة ألف. ماشي. السؤال رقم 62. إذا زادت طاقة حركة جسيم إلى 16 مرة، الأول لازم أكون عارف إن ال KE عكسية مع اللامدا تربيع، يبقى KE1 على KE2 تساوي لامدا تربيع 2 على لامدا تربيع 1. زادت طاقة الحركة إلى 16 مرة،
يعني كانت 1 وبقت 16، يبقى اللمدة 2 تربيع على لمدة 1 تربيع بالجذر. جذر 1 على 16 تبقى 1 على 4، تبقى لمدة 2 على لمدة 1. إذا لمدة 2 تساوي لمدة 1 على 4. يبقى كده الطول الموجي قل، يبقى دلتا لمدة تساوي لمدة 1 ناقص لمدة 2. لمدة 1 بلمدة 1 ناقص لمدة 2 بلمدة 1 على 4 تساوي 75% لمدة 1. يبقى النسبة المئوية للتغير في الطول الموجي دلتا لمدة على لمدة 1%. يبقى 75% لمدة 1 على لمدة 1% تدينا 75%. الإجابة د. السؤال رقم 63. الشكل المقابل يوضح جسمين X و Y مختلفين في الكتلة وطاقة الحركة، فإن نسبة الطول الموجي للموجة المادية المصاحبة لحركة الجسمين. طيب لمدة تربيع تساوي H تربيع على 2 MKE. يبقى لمدة X على لمدة Y ناخد الجذر، بما ان ال H مقدار ثابت والاتنين مقدار ثابت يبقى M Y KE Y MX KEX يبقى يساوي جذر MY ب2 وMX ب1 KEY ب8 KEX بKE 1. 2 في 8 ب16 على 1 جذر ال16 تبقى 4 على 1، تبقى الإجابة ألف. السؤال 64. في أنبوبة أشعة الكاثود عندما يكون فرق الجهد 700 فإن الطول الموجي ماشي، يبقى اللمدة تربيع تساوي H تربيع على 2 ME KE، ونشيل مكان ال KE نحط مكانها V EV. يبقى اللمدة بس ناخد الجذر H على جذر 2 ME EV مكان ال KE. H 625 في 10 أس سالب 34 على جذر 2 في 9 1 في 10 أس سالب 31 في شحنة الإلكترون 1 و6 في 10 أس سالب 19. فرق الجهد كان 700. يبقى نحسب مباشرة H 625 في 10 أس سالب 34 على جذر، منساش الجذر 2 في 9 و1 في 10 أس سالب 31 في 1 و6 في 10 أس سالب 19 في 700. طلعت 64% في 10 أس سالب 11 متر. 4 علامة 64%، يبقى 4.6 في 10 أس سالب 11. الإجابة ج. السؤال 65. في الميكروسكوب الإلكتروني المكون الذي يعمل على تركيز الشعاع، طبعا العدسات المغناطيسية تعمل على تركيز الشعاع على الجسم المراد تكبيره. ماشي. السؤال 66. في الميكروسكوب الإلكتروني أي الاختيارات التالية يعبر عن تسلسل النتائج التي تحدث عند زيادة فرق الجهد؟ طيب ال EV تساوي KE تساوي نص MEV تربيع، واللمدة تساوي H على MEV. لما بنزود فرق الجهد طاقة الحركة هتزيد، يبقى طاقة الحركة تزيد، يبقى دي كده غلط. لما طاقة الحركة تزيد السرعة تزيد، ولما السرعة تزيد الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون هيقل، يبقى يزيد لأ. والقدرة التحليلية طبعا تزداد،
يبقى تقل لأ. يبقى احنا لغينا ألف ولغينا باء ولغينا دال، يبقى الاختيار جيم. يبقى القدرة التحليلية تزداد والطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون هيقل حتى يصبح أقل من أبعاد الجسم المراد تكبيره. إذا كان الطول الموجي اللازم استخدامه في مجهر إلكتروني 1 أنجستروم فإن أقصى سرعة. طيب ال V تساوي H على M لامدا. H 6625 في 10 أس سالب 34 على ال M. هو بيتكلم أقصى سرعة الإلكترونات، يبقى دي ME 9.1 في 10 أس سالب 31 في اللامدا ب10 أس سالب 10 عشان ده 1 أنجستروم. يبقى نكتب 6625 في 10 أس سالب 34 على 9.1 في 10 أس سالب 31 في 10 أس سالب 10. طلعت معانا ال V تساوي 7.28 في 10 أس 6. تبقى الإجابة ألف. فرق الجهد. طيب أنا كده جبت السرعة. فرق الجهد كان عندنا العلاقة بتقول إن ال EV تساوي نص MEV تربيع. يبقى فرق الجهد يساوي نص MEV تربيع على E. نعوض. نص في ME 9.1 في 10 أس سالب 31. ال V 7.28 في 10 أس 6 بس منساش إن هي تربيع على ال E 1.6 في 10 أس سالب 19. يبقى نص 9.1 في 10 أس سالب 31 في 7.28 في 10 أس 6. منساش إن أنا أقفل القوس تربيع على 1.6 في 10 أس سالب 19. طلعت 150.7. يعني تقريبا ممكن نقول 151 فولت عشان تقريبا 151. طلعت هنا معانا 150.7. ماشي. السؤال رقم 68. إذا استخدم فرق جهد 500 فولت فإن طول موجة دي براولي. والله مباشرة كده نقول إن اللامدا تساوي H على جذر 2 MEEV. H 625 من 1000 في 10 أس سالب 34 على جذر 2 ME 9.1 في 10 أس سالب 31 في الإي اللي هي شحنة الإلكترون 10 سالب 19. استخدمنا فرق جهد قدره قد إيه؟ 500 فولت. يطلع لنا الطول الموجي المصاحب لحركة الإلكترون. ماشي. يبقى 6.625 في 10 أس سالب 34 على جذر 2 في 9.1 في 10 أس سالب 31 في 1.6 في 10 أس سالب 19 في 500. طلعت 5.49 في 10 أس سالب 11 متر. 5.49. الإجابة باء. السؤال 69. عند تعرض إلكترون في مجهر إلكتروني لفرق جهد وعايز السرعة. طيب النص MEV تربيع يساوي EV. فاحنا عايزين السرعة تبقى جذر 2 EV
على ام اي. يبقى جذر 2 في 1.6 في 10 أس سالب 19 في فرق الجهد كان كام؟ 20 كيلو، يبقى 20 في 10 أس 3 على ام اي 9.1 في 10 أس سالب 31. يبقى جذر 2 في 1.6 في 10 أس سالب 19 في 20 في 10 أس 3 9.1 في 10 أس سالب 31. طلع معانا الفي تساوي 8 تقريبا 37 في 10 أس 7. ماشي. طب هي 83، لو هنكتبها 83 و8.7 في 10 أس 6. 83 و8، 83 و9، 83 و9. ماشي. 83 و9 في 10 أس 6. الإجابة باء. عايز السرعة، والله عايز الطول الموجي، تبقى اللامدا تساوي اتش على ام اي في. اعتقد 625 في 10 أس سالب 34 على الام اي اللي هي 9.1 في 10 أس سالب 31 في الفي اللي هي 83.9 في 10 أس 6، ونحسب هتطلع لنا الإجابة 60 جيم 68 في 10 أس سالب 12. السؤال رقم 70. إذا استخدم ميكروسكوب إلكتروني لفحص جسيم مرتين، في المرة الأولى استخدم فرق جهد، يبقى آدي الفي 1 16 كيلو فولت، وفي المرة الثانية في 2 25 كيلو فولت، فإن النسبة بين أقصى سرعة للإلكترونات. طيب لازم أبقى عارف إن الإي في تساوي نص ام اي في تربيع، يبقى الفي تتناسب تناسب طردي مع جذر الفي، يبقى في 1 على في 2 تساوي جذر في 1 على في 2. جذر 16 على 25 تبقى 4 على 5. الإجابة جيم. السؤال 71. استخدم ميكروسكوب إلكتروني لفحص جسيم مرتين، في المرة الأولى استخدم فرق جهد V1 فكانت كمية تحرك الإلكترونات BL، وفي المرة الثانية V2 فكانت كمية تحرك 4 BL، فإن النسبة بين فرق الجهد في الحالتين. طيب تاني، ال EV تساوي KE تساوي BL تربيع على 2M، فأنا هستنتج إن ال V تتناسب تناسب طردي مع ال BL تربيع، يبقى V1 على V2 تساوي BL تربيع 1 على BL تربيع 2. BL1 ب1، BL تربيع 2 ب16، تبقى 1 على 16. الإجابة جيم. السؤال رقم 72. في الميكروسكوب الإلكتروني استخدمت 3 فروق جهد V1 إلى V2 إلى V3، V إلى 4V إلى 9V، يبقى كأنها يعني 1 إلى 4 إلى 9. طيب نسب الجهود هي نفس نسب طاقة الحركة، 1 إلى 4 إلى 9 على الترتيب من اليمين إلى اليسار، تبقى الإجابة هنا كده الألف. طيب عايز الطول الموجي، طيب ما أنا عارف إن اللامدا تساوي اتش على جذر 2 ام اي اي في.
يبقى إذن اللمدة عكسية مع جذر الفي. يبقى لمدة 1 إلى لمدة 2 إلى لمدة 3 كنسبة 1 إلى 1 على جذر 4 إلى 1 على جذر 9. تبقى 1 إلى نص إلى تلت. نضرب في 6 تبقى 6 على 2 3 6 على 3 2. تبقى 6 3 2 من اليمين إلى اليسار. تبقى الإجابة باء. السؤال 73 والأخير. جسيمان A و B لهما نفس الشحنة يتم تعجيلهما. ماشي، عايز لمدة وجذر الفي. طبعا اللمدة تساوي H على جذر 2 ME EV. فالميل هنا يساوي دلتا لمدة على دلتا 1 على جذر الفي يساوي H على جذر 2 ME E. لا دي مش إلكترون، ده جسيم. تبقى M بس، مش هتبقى M إلكترون. يبقى كده الميل علاقته ايه مع جذر الام؟ يبقى الميل عكسي مع جذر الكتلة، لان اتش ثابت 2 ثابت الاي ثابت. فتكون العلاقة بين طبعا يبقى سلوب بي اكبر من سلوب A. يبقى ام بي اقل من ام اي. ام بي اقل من ام اي. تبقى الاجابة الف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.